اهلا وسهلا بيكم. معاكم محمد عبله. النهارده عايزين نتكلم على الفجوه ما بين المستثمر والمخترع. كتير مننا بيجي يقابل مستثمر ما يحصلش بينهم توفيق، يعني ما يتفقوش. بيعرض الفكره ويقول المستثمر عجبته الفكره جدا وانبهر بيها، لكن ما بيكملش معاه. فاذا في هنا مشكله، في حاجه محتاجين نعدلها، في خطأ عندنا. هو ليه ما تحمسش للفكره قوي؟ هو ليه يعني الحماس، يعني ممكن الحماس على فكره يخلي حد يسافر، يعني يخلي حد ياخد خطوه كبيره. يعني انا مثلا في حد كان عايز يقابلني في قطر، وبعد كده عايز يعمل معايا براءة اختراع. ما عرفش يقابلني في قطر، انا جيت مصر، جالي مصر سفر كتير عشان يجي من امريكا عشان يجي لحد مصر. مسافه كبيره، جاي مهتم وجاي لي مخصوص. حتى انا بقول له انت عندك حاجه؟ لا انا جاي مخصوص. اهتمام كبير، في ناس مهتمه اهتمام كبير، في ناس بتتعب على حلمها، في ناس عندها هدف يخليها فعلا انها تعمل وتصرف مصاريف رهيبه علشان يوصل لهدفه. يعني انا بشوف ناس دي بقول ما شاء الله، يعني فعلا اكيد الشخص ده نجح في حياته. اللي هو بيبقى عايز يعمل حاجه بيعملها، يعني بيعملها، يعني عايز يعني ياخد خطوه، عايز يجيب حاجه معينه، يتعلم حاجه معينه، بيمشي بدون تفكير بدون حسابات. فالمستثمر اولى، اللي هو مستثمر بقى، وانا قدمت له اختراعي. هل ده عنده مشكله اللي هو ياخد الفكره او يستثمر في الفكره؟ اكيد معاه ما شاء الله فلوس اللي هو يستثمر فعلا في الفكره. طب فين الفجوه؟ فين المشكله؟ ليه ما تحمسش حماسه خليته فعلا يدور عليا؟ حتى لو مشيت من دون رقم وما سبتلوش اي داتا بيني وبينه، هيدور، المفروض يدور يعرف يجيبني. ليه كده ما فيش يعني طاقه للموضوع؟ خلينا نقول ربما احنا عندنا عيوب او احنا محتاجين نتطور. خليني اقول لك على بعض النقط يعني اللي انا كتبتها، انا شايفها ان شاء الله لو عدلناها تفرق معانا كتير. عندنا اول حاجه وانا بعتبرها من النقط المهمه جدا، نقص الثقه. الثقه بقى في مين؟ عندنا 3 نقط، او هقول هم اهم 3 نقط. عندنا المخترع، الاختراع، المستثمر. المخترع لازم يكون واثق من نفسه. ما تروحش تقابل المستثمر وانت مش واثق من نفسك. واثق من نفسك يعني انت شايف، عندك ثقه اللي انت فعلا عندك علم. قدمت مثلا الفكره دي، فكره مثلا خاصه مثلا بالعلاج، فانا عندي معلومات كامله، عندي معلومات مش كافيه، عندي معلومات بالمستقبل ماشي فين. ما ينفعش انا اكون بتكلم في الميكانيكا وعندي اختراع في الميكانيكا، ويجي حد يقول لي كان في تجربه كذا، كان في نظريه كذا، لا انا ما اعرفهاش، كان في كذا، لا انا ما اعرفهاش. ازاي انت مبتكر يعني عامل اعلى حاجه وما تعرفش المستقبل اصلا هيشتغل وهيفكر ورايحين لفين، التطور اصلا واصل لفين؟ كمان يعني الفكره طول ما هي داخله مع التطور دي بتكون حاجه قويه جدا. لكن المستثمر البسيط كده اللي بيفكر، هو بيبص الاول عليك، اصدقك ولا لا؟ اللي انت بتعرضه عليا ده فعلا بتاعك ولا لا؟ او على الاقل اثق فيك. يعني الشخص اللي بيعرض في المسابقات، لو اكيد انت بتشوف العينه ده تلاقي شخص كده ان شاء الله فكرته ضعيفه بصراحه، ولاقي عرضه قوي جدا. فيبقى انت حتى المحكمين يقولوا ده كويس ويحصل فيها يعني شويه، يعني ايه، ما بين اختلاف كده ما بين المحكمين وبعضهم. طب ما ده حجته قويه، شخص بيشرح بقوه وطريقته حلوه جدا، الجمهور العام هيقول الشخص ده هو اللي هيكسب، واحنا اللي بنفهم لا، شايفين الشخص التاني ده فكرته افضل. فهتلاقي الشخص اللي حجته وعرضه قوي واثق من نفسه هو الشخص ده اكتر واحد اتحط عليه سبوت وقالوا هو ده. حتى لو والله العظيم، حتى لو اللي هيكسب حد تاني بفكره احسن، هتلاقي الناس اللي بيصوروا مع الشخص التاني. بتحصل، بدخل مسابقات ممكن ما اكسبش الاول، بس ممكن الاقي ما انا ما عندي صوروا معايا اكتر من الشخص اللي اخذ الاول. هم بيدوروا على شخص كاريزما. هو ده الخطوه اللي انت تاخدها مع المستثمر، لازم تكون كاريزما في عرضك للفكره. دي اول خطوه. دي تجربه، حتى اقرب حاجه حصلت معايا قبل ما اجي من قطر. جيت اقابل مستثمر قوي، فاللي عرفني عليه قال لي شخص برضه ما شاء الله يعني محترم جدا. قال لي بص، اول حاجه انا عايز اقتنع بيك، بعد كده اكلمه على الافكار. ففعلا يعني ايه، خدنا الخطوات دي زي ما هو قال. الحمد لله. طبعا من شغلي بقى كتير، فانا خلاص يعني يمكن ما عملتش اعداد للثقه او كده. خلاص انا توكلت على الله. فعلا هو ببساطه الامور مشيت خلاص بقى. طول ما انت تبقى محترف الامور تبقى معاك سهله ان شاء الله. فالثقه بالنفس انت محتاج تبحث فيها،
لان الموضوع ممكن اشرح لك، بس هي موضوع طويل عشان اقعد اقول لك ازاي تثق بنفسك. انت اول حاجه لازم تمسك ورقه وقلم، لان انا كنت بمسك ورقه وقلم من كل تجربه، من كل برزنتيشن او كل تجربه انا عملتها، بمسك ورقه وقلم كده واكتب ايه عيوبي. اكتب انا مثلا بتكلم قليل، على فكره كنت بتكلم قليل جدا، بدات اكتب بتكلم قليل، طيب كذا، طب المصطلحات العلميه عندي لا مش بعرف اقولها، لا لازم اقولها، كذا كذا كذا. كويس. بدا الحاجات دي تدربني ازاي اعرف اصلا بقابل مستثمر او قابل حد، اعرف ازاي اقنن طريقه التعامل معاه. كويس. فلازم اوصل للثقه، لازم اشوف عيوبي ايه، انا مش عارف اقول ايه، ما عنديش. طول ما انت عندك علم على فكره هتكسب الناس، طول ما انت عندك علم. الفتي ما ينفعش، ما تقعدش مع مستثمر تتكلم في مجاله اصلا بفتي وتقول اي كلام معلش، او تقول حاجه ناقصه، فللاسف هيحس بضعف في شخصيتك. كويس. فانا مش عايز اخد قوي في نقطه الثقه على نفسك دي، لان انت ممكن تبحث عنها بسهوله وتعرف ايه الحاجات اللي بتعمل ثقه بالناس. بس انا نصيحه اخيره، يعني انا هسيب كل المحتوى اللي في النص عن موضوع الثقه وهقول لك نقطه واحده. انت لما تعمل وتقول والله لا انا عندي ثقه وكده، صور فيديو، حط الموبايل، اعتقد كلنا طبعا نقدر نصور فيديو، واتكلم واشرح. شوف انت لما تقابل مستثمر هتقول له ايه، وشوف طريقتك حلوه، بادي لانجوج بتاعتك كويس، تعرف تتكلم وتشرح بايدك وتقنع الناس وتقول لهم الفكره قويه وكذا، تقدر تعمل كده ولا بتقف تعمل كده الفكره كده كانك متحدث بس، مالكش دور. خلي بالك اللي بينقل اخبار هتلاقيه في الغالب هادي، لان هو بينقل الخبر مش بتاعه، هتلاقيه في الغالب اكتر هدوءا. ده عرض عشان انت تسمع منه اكتر. اللي بيشرح بايده وبيتكلم فانت بتحس بشخصيته اكتر، او بيكون متحمس. زي انا مثلا، انا بقى فيديوهاتي تلاقيني متحمس وانا بتكلم كده. كويس. فمهم تكون انت متحمس وانت بتتكلم عشان تقتنع، زي ما انا في الفيديوهات بتحمس لان انا بحكي من فيدباك عندي اوريدي، حاجه انا اوريدي حاجات عشتها، فانا اتكلم فيها بكل ثقه. فبالتالي انت محتاج تعمل كده مع المستثمر. الاختراع مهم تكون واثق فيه، زي ما انت واثق من نفسك 100%، زي ابنك، زي اخوك، زي حد انت عارف واثق فيه. لازم تشرح الفكره وبثقه. مش عايز اقول لك مثلا ثقه عمياء، لا مفيش مشكله انا اقول اختراعي كذا كذا كذا، تمام. لما يقول لك في حاجه شبيهه، تمام نشوفها، او ايه هي، طيب تقصد بيها ايه، طب وريني الداتا بتاعتها. لان انا اوقات كانت الناس تقول لي كذا شخص، او نبقى في مؤتمر او حاجه، حد يقول لي انا شفت زيها. يعني اول مره حصلت لي التجربه دي، واحد قال لي انا شفت زي الفكره بتاعتك في الرالي. انا ما شفتش دي، انا ما شفتش الرالي، ما شفتش اللي هم بيحلوا الصاموله واحده. او قعدت افتكر، قلت انا مره شفت صح في الرالي بيحلوا بصاموله واحده. انا الاول شكيت في نفسي، سكت كده، قلت له طب وريني كده. فقعد يدور يدور، لو وراني لقيتها صاموله واحده، قلت له لا دي صاموله واحده. قلت له لا ما انا عارف وبتاع، طبعا ما كنتش عارف حاجه. بعد كده خدت الموضوع بقى بحث كويس، فهمت اللي هم بيربطوا صاموله واحده وبيزقوا العربيه لورا بايديهم، لان هي لو العربيه مشت لورا بمارشدير هتحل الصاموله. شوف انا فهمت بقى الموضوع، اللي هو الموضوع ده بعيد عني خالص، ومش هينفع يطبق موضوع الصاموله بتاعهم ده اللي هي اتجاه يمين طبعا، بس مش هينفع يطبق اصلا في العربيات العاديه. فهو حد قال لي لا خلاص فكرتك هتنتهي لان في كذا كذا عادي. ممكن ده واحد ممكن نقول حاقد، بس افادني برضه لان قال لي مشكله طبعا اتسالت فيها كتير، بس لما علمت بيها قدرت انا اتكلم بكل ثقه على الفكره. فانت مهم تلم قدر كبير من المعلومات عن الفكره، وتعرف كمان يعني المجال ده بيفكروا فيه لقدام كام، في رؤيه مثلا 2025 2030 2040 2050، هم عايزين يوصلوا بالمجال ده لايه؟ ايه النقط، ايه النقص في الموضوع. ممكن تلاقي مثلا اليابان بتبحث في الموضوع مثلا مشكله في الميه، هتلاقي فيه تصورات وحاجات انت ممكن تقول انا فكرتي تساعد في ده، هتبقى ممتازه جدا. وتوظيف الفكره طبعا دي حاجه رائعه. لازم يكون عندك مرونه كمان، يعني بتكلم على الثقه اكيد، مرونه في اختراعك. ما ينفعش اختراعي ده الاوحد الاخير ما فيش زيه. اي حد يقول لك حاجه تمام واسمع منه وبكل ثقه، ما ينفعش تهز، لا ما فيش، تبدا تضطرب، فده كده كانك عامل حاجه غلط، او انت مش واثق من نفسك او مش واثق من اختراعك. ثالث حاجه طبعا احنا بنتكلم على المستثمر، لازم يثق في ايه؟ في الاثنين بقى. يعني احنا بنقول انا ده واثق من نفسه، ده واثق من نفسه، المستثمر لازم يثق فيا. فدي بتكون بطريقه عرضي وهدوئي وسيطرتي على مشاعري. كويس. يجي المستثمر يعيب في الاختراع، هو بيناقشك، فهو ايه يقول طيب في عيب كذا في عيب كذا، فهو بيناقش الفكره للمناقشه. فانت تبدا تاخد الموضوع على نفسك كانه بيعيب
الحاجه اللي انت عاملها فهو بيعيب فيك، تبدا تتعصب وتقول له طب ما انتوا عندكم في الشركه كذا، او انتوا يعني انتوا انتاجكم. تبدا انت تعمل معاه مناظره وتبدا تاخد الموضوع على نفسك او على نفسيتك. فشل، انت كده بوظت الموضوع مهما كان. خد بالك انت بتروح محلات وبتروح اماكن تشتري وتبيع منها، الناس بتبتسم لك. هل هو بيحبك؟ لا، هو مش بيحبك، هو بيحب عمله. خليك زي ده، حب عملك. انت رايح تسوق لمستثمر، حب عملك اللي انت بتعمله. سيبك من طريقه اللي دي بتاعتي وانت عايز تاخد الحاجه بتاعتي فتاخدها وتدفع الملايين. مستحيل، الكلام ده مش منطقي. فلازم يثق اول حاجه بالفكره. تاني حاجه خلينا نتكلم على السوق المستهدف. مهم، انا حتى قلت كتير المخترعين واللي بيجي يسجل معايا براءه اختراع بقول له انت شايف السوق بتاعك ايه؟ هنوظفها. ممكن يبقى هو موظفها في حاجه معينه، بس ممكن تنفع وظيفتها في حاجه تانية تخليها تكسب اكتر. كويس. فانت لازم تعرف الفكره بتاعتك دي فين في السوق، هتحط فين في السوق يعني، وكم واحد ممكن يشتريها. طبعا احنا هنعمل كده ازاي؟ اللي احنا مثلا نشوف فكره شبيهه ونقول فكرتنا شبيهه لدي، او الموديل القديم. يعني هنقول مثلا المكنسه الكهرباء مثلا قبليها المكنسه العاديه. كم واحد بيستخدم مكنسه في البيت؟ هنلاقي كل الناس في الغالب. طب ممكن اتوقع كم واحد في مصر مثلا؟ هنقول والله عدد مثلا المصريين كذا، فانا اعتبر نسبه رينج وهكذا. فاللي اقصده انت لازم تعرف السوق بتاعك، ودي مهمه جدا انت تكون فاهمها عشان تقدر تقتنع بطريقه عرضك، اللي انت تبقى فاهم. انا نفسي واثق وعارف ان انا الفكره بتاعتي دي هتكسب المستثمر. تمام. عندنا نقطه تانية، الثالثه، المستثمر غير متخصص. ودي مشكله برضه. لما انت تروح المستثمر هو تخصصه مثلا في الملابس، وجاي بستعرض عليه فكره في الميكانيكا وتتكلم معاه وهو يقول لك ما فيش مشكله نجرب. هو عايز يجرب وخلاص، او عايز يعني ياخدها كنوع من التسلي لو لقى موضوع رخيص يجرب فيه او كده. لا طبعا، انا اشوف حد متخصص يمسك القطعه او المنتج كده، يقول ده احنا لو انتجناه هيكسب معانا كذا. هو خبرته زي مثلا انا خبرتي في حاجات كتير، زي خبرتي مثلا حتى براءة اختراع. انا مره شفت براءة اختراع كانت معموله امريكيه، كويس، فيها مشكله جايه لي عشان اعدلها. اول ما بصيت للورق كده قلت له اللي فيها ما فيهاش عناصر حمايه. دي اول حاجه. وهي جاي لها ورق تعديلات 55 ورق، بس انا اول ما بصيت للرسومات كده قلت له لا، دي ما فيهاش عناصر حمايه. دي اول انا مشكله شفتها، غير بقى الوصف والكلام التاني. خلاص دي خبرتي. فبالتالي خبرته المفروض المستثمر يمسك الاختراع. انا عرفت البتاع ده فيه مشاكله ايه، وعرفت عيوبه ايه، وعرفت هينجح ازاي. بس هي دي خبرته، ده المستثمر. حد تاني قاعد يقول لك اصل احنا مش ضامنين، اصل احنا ما نعرفش، لا خلاص يبقى انت ما تعرفش، سيبه وشوف غيره. طبعا برضو من النقطه الرابعه صعوبه فهم الفكره. دي برضو نقطه مهمه جدا. انت ممكن يبقى صعب الناس تفهم الفكره. علشان كده لما انت تعوز تبتدي انت شخصيا تبتدي بفكره في حياتك، ابتدي بفكره بسيطه، ما تصعبش الامور على نفسك. انا ممكن بعد زي مثلا انا دلوقتي ممكن اعمل افكار صعبه الناس تقتنع لان هي مقتنعه بيا اولا. فاهم قصدي؟ ما ينفعش تبتدي. يعني انا مره حد قلت له لو انا جيت اروح معمل عايز اجرب، هيوافقوا عليا ان انا اجرب ولا لا؟ هيوافقوا. قال لك ده عنده فيدباك وعنده خلفيه وعنده خبره، فهنخليه نجرب عادي. لكن انت تتوقع اللي هو هيقتنع بالصعوبه اللي بتتكلم بيها؟ لا طبعا. وخد بالك كمان المستثمر ما بيكونش متخصص اصلا في العلوم زي ما انت متخيل. انت مش رايح لعالم، انت رايح تتكلم مع شخص شغله الشاغل الارقام والحسابات. تمام. نقطه برضو مهمه، عدم وضوح الرؤيه. رقم 5، لو ما عندكش رؤيه للفكره وعارف انها مستقبليا هتوصل لفين، ممكن بشكل واقعي نقول والله هي الفكره هتتصنع قد ايه. يعني بصراحه يعني ممكن تصنع 3 سنين او 4 سنين 5 سنين، اخرها مكان نغير الفكره. ده واقع. لكن ما فيش مشكله اقول والله انا رؤيتي اعمل كذا، هنوصل لمرحله كذا. اصل خلي بالك هو هيعمل مصنع مثلا وهينتج الفكره بتاعتك، بعد كده هيعمل ايه؟ هيبيع المصنع وهتفكه الشركه؟ لا طبعا. هو لازم يعرف مستقبليا الامور هتحصل ازاي. ممكن تقول والله انا شايف الفكره دي هتنتج مثلا ل5 سنين، بعد كده هنعمل موديل تاني بيعمل كذا، او موديل ثالث او كذا، او هنبدا ناخد، لان انت اوريدي هيكون عندك قاعده بيانات من الناس اللي اشترت منك، ممكن تستفيد منهم في منتج تاني وهكذا. لازم يكون عندك رؤيه وعارف انت ممكن تعمل ايه بعدين. ده كل الكلام ده بقول طبعا لازم يتكتب، لازم تكتب، عشان طبعا ده هيساعدك زي ما بقول ايه في الثقه بينك وبين المستثمر. اوقات مثلا بيكون في ظروف اقتصاديه برضو، دي ممكن تاثر علينا. لو تفتكروا في فترات كده كان فيها ظروف اقتصاديه صعبه شويه، فمفيش مشكله ساعتها اللي انا ابتدي بالابسط. يعني ممكن اخد خطوات اقل، وبرضو زي ما بقول يكون عندي مرونه. يعني انا الفكره بتاعتي عايز
انتج منها مش عارف 100,000 ووزع مثلا في جميع دول العالم، لا. يعني هدي الامور وابتدي بدايه بسيطه، يعني خلي الموضوع على ابسط من ذلك. رغم ان بيكون في مشاكل اقتصاديه، بس خد بالك هتلاقي في ناس كانت شغاله، في ناس شغاله وبتكسب والامور ماشيه. فاهم قصدي؟ فاحنا ممكن لو قننا الموضوع شويه وفكرنا ازاي ان احنا نشتغل بطريقه ذكيه، وازاي نسوق، وايه الدول اللي مثلا الاقتصاد ما زال مستمر فيها، مثلا نجرب الدوله دي، نسافر الدوله دي. يعني في بعض الامور انت ممكن تاخد حلول فيها. اعتقد دلوقتي موضوع المشكله الاقتصاديه ما بقتش ازمه قوي، اللي احنا اوريدي منفتحين. انا بعمل الفيديو ده بيتابعني ناس في المانيا وامريكا، كل الدول خلاص. يعني حتى انا لو جيت مثلا يعني قلت مثلا هسوق لفكره انا عاملها، اعتقد كل الناس هتسمعني وهتشوفني. خلاص انا مش محتاج اسافر لك امريكا او المانيا اروح اكلمك معلش شوف اختراعي. انا يمكن من هنا انت هتوصل لك رسالتي. فانا اقصد التسويق خلاص بيعدي الحدود، بقينا خلاص يعني نقطه الظروف الاقتصاديه دي مش هتاثر علينا بشكل كبير. لكن برضو ده يخلينا نبتدي من النقطه اللي انا قلت لك قبليها، فكره تكون بسيطه، لان انت وارد يحصل ظروف اقتصاديه كويس، او يبقى عندك اكتر من فكره. برضو فكره بتكون ذكيه، لان يبقى عندي فكره فكرتين ثلاثه يعني. فببدا مثلا اجرب الفكره، وحاول خلي عامل وقت معاك سريع، كان ايه يعني انت عندك تايم لاين، ما يبقاش الحياه مفتوحه. مش انا هعمل اختراعي بعد 100 سنه انا ما عنديش مشكله، لا لازم تنجز عشان تاخد الخطوه اللي بعدها. عندنا بعد كده نقص في الخبره التسويقيه. طبعا انت عرضك للمستثمر ده تسويق، لازم تقرا في التسويق، لازم. يعني لا شك ان انت، يعني انا عارف ان احنا ممكن نستعين بحد، ممكن اشوف حد اقول له خد سوق لي الفكره، او اتعاون مع حد يسوق لي الفكره. لكن لازم انا يكون عندي خبره، لان انا هبقى قاعد فكر كده، انا هبقى قاعد كده وحد مثلا بيسوق الفكره بتاعتي، وانا قاعد معاه في المكتب كأنا صاحب الفكره، والشخص بيتكلم وكل حاجه. لما يقول لي ايه رايك او اي حاجه هيقولها، انا ممكن اقول له كلام مثلا يبوظ الديل اصلا. يعني ممكن اقول كلمتين كده بوظوا الديل، اقول له على العموم احنا لسه هنشوف، يعني ادينا هنجرب وممكن يا تنجح يا تفشل. انا الكلمتين بتوعي دول نهوا الديل بشكل نهائي. انا لو اعرف اسوق هروح جاي قايل له طبعا دي الفكره دي يعني مش انت الوحيد اللي احنا عرضناها عليه، ده في مستثمر مثلا شافها. انت ممكن تعمل ديل حتى لو فشل، ممكن تستعين حتى تتكلم عنه. انا اتقابلت مع فلان وعجبته الفكره جدا، بس هو مشكلته مثلا في التصنيع، اللي هو تفكيره كذا، انا ليا وجهه نظر عايز اعمل كذا مثلا. ده هيحمسه ويحسسه انت بتفهم مثلا. يعني انت التسويق ده لو اتعلمته طبعا هيساعدك بشكل كبير. طبعا نقطه كمان، لو ما فيش علاقات، شبكه علاقات. وموضوع العلاقات طبعا ده حاجه مهمه جدا. مهم يكون عندك علاقات مع مستثمرين، مع ناس حتى توصلك بالمستثمرين. العلاقات طبعا لها طرق كتير، وكل واحد ليه طريقه. يعني انا قابلت ناس كتيره هم ليهم طرق في التعامل مع المستثمر او الدخول للمستثمر. في بقى عن طريق هو بيبقى اوريدي هو محتك بالتعامل معاهم، حصل بينهم شغل قبل كده. فممكن الشخص ده والله بيكون افضل 100 مره من انت مثلا تخش تراسل على الايميل شركه كذا انا عايز اقابل فلان الفلاني، تروح تقابله. هو ولا يعرفك ولا سمع عنك ولا يعرف عنك اي معلومات، انت رايح له كده. ما اعرفش، مش بحس دي بتكون ايجابيه صراحه. عن طريق حد هو بيقدمك ليه. يعني انا مره كنا رايحين لمستثمر، قال له لما عرفوا بيا قبل ما اجي وكده، انا ومعايا صديقي وكده، قال له لا انا هاجز. مستثمر قال له لا انا هاجز النهارده اجازه عشان انتوا تيجوا. ورحنا له طبعا في الميعاد، شخص ما شاء الله محترم جدا. فالعلاقات مهمه، ووصولك بالعلاقات برضو مهم، ما تهملش النقطه دي كويس. طبعا لو ما فيش خطه مدروسه، انت عارف بالظبط اختراعك ده هيمشي ازاي وهيصنع ازاي وهيتحرك ازاي، ده للاسف هيأثر عليك، وبرضه هيضعف من قيمه الاختراع. في تجارب بتلاقي المخترع بيوافق على ديل، يجي بعد كده لما يتعمل دراسه جدوى، ويتعمل حسابات، يكتشف يا عيني للاسف اللي هو يمكن كسب زي اول شهر بس، وباقي السنين هو ملوش فيها مكسب، لان هو قال انا هاخد مبلغ مثلا، هاخد 500,000 مثلا. لو اتعمل دراسه جدوى هيلاقي نفسه المفروض كده ال 500,000 دول هيكسبوهم في اول شهر بس، والباقي بتاع المستثمر. فانت للاسف انت بوظت الديل، انت كده مش فاهم، والمستثمر هيكون فاهم انت مش فاهم حاجه، ودي مشكله. مهم انت تكون فاهم، مهم اللي انت بتقدمه يكون واضح، وانت عارف انت بتقدم ايه. طبعا عندنا اختلاف وجهات النظر، دي اخر نقطه ان شاء الله هتكلم فيها، وهي لما انت يحصل ما بينك وبين المستثمر اختلاف في وجهات النظر. زي ما بقول لك انت بتبيع
لازم تعرف، نرجع للنقطه بتاعت الجزء المعرفه بالموضوع التسويق والمبيعات، تبقى فاهم يعني ايه، ازاي بتبيع اصلا كويس. فممكن يختلف وجهات النظر، فانت برضو تاخدها زي بقول لك بشكل نفسي. خلي بالك ما تاخدهاش بشكل نفسي، احنا بنعرض فكره تعجبه وما تعجبوش احنا نفسنا، في ناس بتقبلنا وفي ناس لا. يعني انا شخصيا، أنا حتى بتكلم مع حد قلت له اتمنى اشوف فيديوهات يعني ناس تانية تعمل قنوات زيي، لان انا متاكد ان انا مش كل الناس بتقبلني. يعني انا متاكد في ناس بيقبلوا مني الكلام وفي ناس ما بيقبلوش مني الكلام، فانا اتمنى العلم يوصل للناس عن طريقي عن طريق غيري، مش مشكله، بس اهم حاجه يوصلك العلم. فموضوع الاختلاف ده مهم، الاختلاف ده ما بيننا رحمه وما بيننا حاجه مفيده. طول ما احنا مختلفين فاحنا بيحصل بيننا زي التروس كده، بنعشق في بعض. فمهم يكون عندنا اختلاف طبعا، وطبيعي عندنا اختلاف في القدرات. فمهم تطور من نفسك، راجع وقيم نفسك، خليك صريح مع نفسك. ما حدش هيبقى صريح معاك قدك. ما ينفعش تروح تسال حد مثلا، تروح جاي مثلا سائل خطيبتك، حد تعرفه كده بيجاملك بقى، وصديق كده يقول لك يا ده انت احسن حد، انت اقوى حد، سيبه بقى وروح يسال حد تاني. لما حد يقول لك انت احسن، يعني انا لما حد يقول لي انت كويس، يبقى دي مشكله بصراحه بالنسبه لي. لا، لازم اشوف عيوبي ايه عشان اعدلها، عشان اكون احسن فعلا. لو انت عايزني اكون احسن قول لي خلي بالك انت ماشي، ممكن ذوق قول لي كويس في كذا بس انت محتاج تعدل كذا، خد بالك وراجع نفسك. زي ما بقول لك خليك صادق مع نفسك ان شاء الله، وعدل اي حاجه ناقصاك ان شاء الله، توصل للمستثمر وفعلا تبهر المستثمر باذن الله. زي ما بقول لك طور من نفسك ان شاء الله تنجح باذن الله. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.